نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم مرحبا. اليوم باش نعمل مع بعضنا المرقاز التونسي الأصيل، ونبداو مع بعضنا بسم الله. نلبس لي قوم تاعنا قفازات ونبدو نحضروا المرقاز. هذا المرقاز يعني اللي يعملوه عند الجزار، احنا من الاحسن نعملوه في المنزل، او نقول لكم على الحكارات نتاعو ان شاء الله يعجبكم. نلبسوا قفازاتنا باش نجمو نخدمو. هنا خدينا الحاجات الاساسيه. هنا اللحم 2 كيلوغرام، خدينا اللحم نوعيه باهيه بقري ورحينا معاه شويه شحم علوش. هنا خدينا فلفل اكحل مغرفه وشطر صغار. خدينا الملح 4 مغارف صغيرين وحسب الذوق، كان جانا مسوس يعني ماهوش مريقل نزيدو شويه ملح. هنا تابل كرويه 2 مغارف كبار متاع اكل. هنا نعناع 2 مغارف كبار زاده متاع اكل. هنا البابريكا وفلفل مدشش مغرفه واحده، بابريكا 2. وهنا اللي هو النافع اللي هو البسباس نحطوهم الكل. هنا عنا الثوم، لازم يكون ثوم بزيت فيه باش يحب الثوم برشا. خديتو 2 مغارف وشطر نتاع مغرفة اكل، وهنا مغرفتين وشطر نتاع اكل زاده هريسه. زيت الزيتونه بالطبيعه نبدو بحذانا باش نخدمو بيه. وهنا المصران نتاعنا مغسوله وحاضره باش نحطو زيت الزيتون. نبدو نعجنو وبعد نحطو زيت الزيتون. بسم الله نعجنو بالقدا حتى لونه يتبدل. هذايا المرقاز اللي نعملوه مصران العيد، ولا اي ما تاخذوا مصران العلوش تغسلوها بالقدا تولي ترانسبارون. هنا نضيفوا له زيت الزيتون باش يجينا راوي ويجينا ماهوش شايح. نعجنوه بالقدا بالقدا ما نخلوش معناتها ناقص فيه. بالطبيعه حسب الذوق، بعد نذوقوا احنا على الملح، كان الملح نتاعو صافا خلوه، كان ناقص شويه نزيدوه. نحاولوا ندخلوا الفحات الكل فيه حتى لونه يتغير، ما يقعدش فيه الحموريه تاع اللحم. النعناع حطيت مغرفه تاع اكل، مغرفه ونص، حطيت مغرفه ونص تاع اكل. نجم يكون ما سميتهاش في اول فيديو. نعجنوه بالطريقه هذه باش اللحم والفاح يدخلوا مع بعضهم. نكمل انا نعجن المرقاز لين الفاح الكل يدخل، وبعد ان شاء الله نرجع نوريكم كيفاش باش نبدو نحطوه في المصران. خذينا المصران لهنا وباش نبدو نحطوه في القماع نتاعو. خذينا شويه زيت زيتونه صبيناه لداخل في وسط القماع، وهنا حطيناه شويه بركه وباش نبدو نحطو المصران نتاعنا. شوفوا هكا ونجبدو بالطريف هكا باش ما تقطعناش. هذه مرحله اساسيه على الاخر. ريتو كان وصلتوا للمرحله هذه راهو مرقازكم ناجح. بالطريقه هذه يمشي معنا.
نجبدو شويه ونمشيو هكا. ناخدو قمع نتاع مرقاز يكون جويد كيما هذا، فما حتى اجود شويه. راه هنا تجينا عقده بالطبيعه باش ناقفو ونخدموا على رواحنا المرقاز، فهمتوا؟ هنا انا باش نقصها ونرجع المصران لبلاصتو ونجي لهنا. هذا اللحم نتاعنا خضر، هو لونه تغير، ريتوه توا باش ناخذ بشويه ونحط في وسط القمع نتاعنا. نبداو بسم الله، نحاولوا باش ما تقطعناش المصرانه بالطريقه هذه. هاكا المرقاز نتاعنا ان شاء الله بدا يحضر، ما نمشوش بقوه، بشويه بشويه حتى يخرج لنا مرقازنا ماهوش مقطع. هاكا بالطريقه هذه. حتى نكملوا المصرانه للاخر، بعد نوريكم كيفاش نقسموا ان شاء الله. باش نوريكم معناتها من الاول قطعت لي شويه، ما حبيتش نخبي عليكم باش كان جبتكم تقطيعه ما تخافوش منها، تلقاها مصرانه ذيك رهيفه على الاخر. وهذه اخذوا تبارك الله جاتني مريقله وتمشي بالطريقه هذه. ما غير ماكينه، ما غير حتى شيء، ما غير ما تعب، اسهل ما فما هو تحضير المرقاز. نعملوه وحدنا في الدار احسن من اللي نشروه من الشارع. انتي حتى اللحم كي باش تاخذيه تختاري اللحمه الباهيه والطريه نتاع البقري، حتى المصران كي تحطيها في وسط القمع تبدا يلزمها ترونسبارون، ما تعمليهاش خشينه، ما كانش يولي ما عادش مرقاز. هاكا ندوزو بصبعنا اللحم، تجينا كعبة المرقاز مريقلة. هاكا كان جبنا فراغات نمشو هكا بالسياسة حتى تتعبى الفراغات نتاعنا. اوكي هاكا. هنا انا نكمل وبعد نرجع نوريكم القسمة ان شاء الله. توا باش نفصلوا كعبات المرقاز مع بعضنا، انا مازلت نخدم الحقيقه، لكن باش نوريكم الريزلتا النهائيه لازمكم انتم تعملوها. تشدوا المرقازه هكا، هذه اللي تقطعت يعني ما وصلتش للنهايه، نعملوا لها هكا بالطريقه هذه. هاكم كعبتين مرقاز جاونا، هذه بطبيعتها طويله برشا، نمشيو نعملوا هكا نسرحوها. ما تخافوش منه، اسهل منه ما فماش. راهو هاكا تعملوا منه بربكيو مشوي، تعملوا مقلي، تعملوا عجه، كل شيء تلقوه حاضر كي تبدو انتم عاملينه في الدار، احسن من تشروه من الشارع. تبدو عارفين رواحكم شنو حضرتوا. لهنا ناخذوا حكايه بالطريقه هذه، ناخذوا كعبتنا تجينا مريقله. زيت زيتونه لازم، هذاك راهو حاجه اكيده، ما ننزلوش برشا باش ما تطرشقناش الكعبه. هاك احنا بطبيعتنا بعد كل كعبه باش تمشي وحدها كي باش نطيبوا بالطبيعه، باش نطيبوهم كل مع بعض، نقيسوا بالكعبه بالكعبه. هاك باش تجينا الكعبه وقتها ديما نسرحوا باش ما تتفلقناش المصران. بالطريقه هذه جينا مرقازه راويه. ديما نحطوا في القمع هذا نحطوا شويه زيت زيتونه، معناتها حكايه مغرفه نتاع قهوه بين الكعبتين والكعبتين باش تجينا كيما هكا. نقيسوا هكايا بالطريقه هذه وناخذ باش تجينا الكعبات المرقاز كلهم متساويين. نحاولوا نعملوا فضاء بيناتهم. هاو
عاوك اسهل منها ما فماش. نمشيو كل على الطريقه هذه. بعد نرجع نوريكم النهايه معناتها قداش طيحت من كعبه من 2 كيلو المرقاز. نودكم وما نشهيكمش، تبعوها صدقوني بنينه بنينه على الاخر واسهل منه ما فماش. هنا حضرنا البلان بتاعنا معبي بالمرقاز، نجمو نعملو باربيكيو، نجمو نقسموه وتطيبوا منه العجة، اي حاجة تحبوا عليها. صدقوني بنين بنين على الاخر، وتنجموا تصبروه يقعد لكم على عام كامل في الكونجيلاتور نتاعو ما يصير له حتى شيء. نستنى منكم جيم وكومنتير على قناتي على اليوتيوب ميرا في المطبخ التونسي، ونقولكم بسلامة وفي امان الله.